هل سبق لك أن قرأت نصا شعرت أنه يتحدث إليك بطريقة مختلفة عن كل مرة قرأته فيها؟ ربما الكلمات نفسها، ولكنك تفهمها الآن بطريقة جديدة حسب تجربتك وحياتك وثقافتك. هذه هي الفكرة الأساسية عند الفيلسوف الألماني هانز جورج غادامير، الذي جعل من التأويل تجربة حية ومفتوحة على الزمن، ليست مجرد تقنية لفهم النصوص القديمة، بل طريقة لفهم الإنسان ذاته وعلاقته بالعالم. غادامير تلميذ هايديغر كتب كتابه الأشهر الحقيقة والمنهج ليقدم مشروعا فلسفيا يغير الطريقة التقليدية في فهم النصوص. فهو يرى أن النصوص ليست مجرد كلمات جامدة، بل كيانات حية تتحرك وتنتج المعنى كلما قرأها قارئ جديد. ولهذا السبب يقول غادامير إننا لا نستعيد المعنى الأصلي للنص، بل نولد معنى جديدا في كل قراءة، لأن كل قارئ يأتي بسياقه وتجربته الخاصة، والنص نفسه يحمل زمنه التاريخي وثقافته، وبهذا يحدث ما أسماه اندماج الآفاق. اندماج الآفاق يعني أن كل نص له أفقه الزمني والثقافي، ولكل قارئ أفقه الشخصي والخبراتي، والفهم يحدث حين يتقابل هذان الأفقان لتنشأ مساحة جديدة من المعنى، ليست ملك الماضي ولا الحاضر فقط، بل شيء بينهما. وهنا يصبح الفهم ليس استنساخا للمعنى الأول ولا إسقاطا لتجربة القارئ فقط، بل حوارا حيا بين النص والقارئ. لكن ماذا عن أحكامنا المسبقة وتجاربنا؟ هل تمنعنا من فهم النص؟ هنا يدهشنا غادامير. هو يرى أن الأحكام المسبقة شرط أساسي للفهم، لأن القارئ بدون خبراته وتجربته لن يستطيع حتى طرح الأسئلة الصحيحة على النص. الفرق هو أن تكون هذه الأحكام مرنة ومنفتحة، اسمح للنص بأن ويطرح معانيه الجديدة علينا، بدلا من أن تغلق أفقنا على معاني جاهزة مسبقة. في هذا السياق تصبح القراءة أكثر من مجرد استهلاك للنصوص، بل حوار حي يغير القارئ نفسه. النص ليس وثيقة ميتة يمكن تحليلها لغويا فقط، بل كيان حي يطرح أسئلة جديدة في كل مرة نعود إليه، وكل قراءة حوارية تضيف شيئا جديدا لعالم القارئ وللنص نفسه. من هنا نفهم ما وراء التأويل عند غادامير. التأويل ليس استخراج معنى واحد أو محدد، بل تجربة وجودية تسمح للنص والإنسان بالالتقاء بطريقة تولد الحقيقة الجديدة، وحيث يصبح الفهم حركة دائمة بين الماضي والحاضر، بين المؤلف والقارئ، بين النص والواقع. إذا كنت تعتقد أن النصوص لها معنى واحد ثابت، فغادامير يذكرك أن النص لم يقل كلمته الأخيرة بعد، وأن كل قراءة هي تجربة جديدة تحمل إمكانيات جديدة للفهم. وهكذا يصبح التأويل ليس مجرد تفسير، بل طريقة للحياة نفسها، لفهم العالم وللتواصل مع الماضي والحاضر عبر النصوص.